وتحية لشباب اتفاقية جازولة بأمانة على الصبر ديالها أمام جميع الانتهاكات والخروقات اللي تعرضت فيها من طرف السلطات التحريرية في كل جزيرة، وعلى رأسها باشا إقليم جازولة والعائلة الجاثمة على جزيرة عائلة آل كريم. هاد الشباب من أول خروج ديالهم وهما هازين القلوب ديالهم في الكفوف ديالهم. شباب ما كانش عنده تجربة، شباب تعلم في طبرة 20 فبراير، شباب تعلم دفاع الحرية، الصبر أمام كل التهديدات، أمام كل ترهيب لتمارسه آلة القمع المخزني في الجزيرة وفي جميع المدن المغربية. في ضمن هذا الدستور الجديد، الدستور اللي طبلوا ليه، الدستور اللي شطحوا ليه ودوزوه في الدربوكة ودوزوه في الكمانجة، تابعتنا في السورة والكمانجة، تابعتنا في الكمانجة والشيخات، خرجوا الشيخات. هاد الدستور اللي ما تبدل فيه أي حاجة، اللي تبدل فيه كما يقال هو القبضة ديال المنشن بالاتجاه على القبضة، المنشن القبضة ديالو هو اللي تبدل. وحنا على كنشوفو هاد الاعتقالات في الإخوان ديالنا اللي كانوا مناضلين وشباب دائما كانوا في الصفوف الأولى في العليوة اللسان اللي كان في مجلس الشعارات عندنا في الجزيرة، كان يقول دائما الشعارات كان في الصفوف الأمامية، فتم اعتقالهم رابطة قضائية بدعوى استماع إليه في قضية، تم استدراجه هنا إلى أسفه واعتقاله اعتقال تعسفي. ثم عن هذه المسكية وكان من الإجراءات التنظيمية. هذا يدل على السياسة التي تمارسها الجزيرة في قمع الشباب في الجزيرة. هذا القمع اللي ما يهمناش إلا إصرار وعزيمة وإرادة في مواجهة آلة القمع والدولة وما تنهجه. تحية لعائلة كمال العماري، عائلة الشهيد كمال العماري. احنا كنقول نحطوا الناس في الاعتبار هذا من الدستور اللي جاء. واش جاء الدستور هذا؟ الأجواء المصاحبة لهذا الدستور، شنو هي الأجواء اللي كانت مصاحبة لهذا الدستور؟ باش لا ما عطوناش ضمانات، لا إفراج عن المعتقلين، لا تحديد رؤوس الفساد، فيهم رؤوس الفساد اللي تقدموا وتمت محاكاتهم، لا شيء، فقط كلمات وعبارات. الدستور ها هو كيحقوا فيه باعتقال شباب 20 فبراير. وما تفوتنيش هنا الفرصة باش نوه بحكومة عباس اللي هيئت لنا واللي دوزات المرتبة الأولى في إفريقيا والشمال، المرتبة الثالثة في إفريقيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا في الدراسات الشطانية. فأصبحنا أول سكين. نشكركم على هذه وتعبيرنا أمام الأمم. شكرا وتحية جميع الشباب والرجال والأطفال والنساء.